ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السؤال ديالي اليوم هو علاش مثلا كنقولوا هذا شو كي توكسيك، شو هذا كي خايب، شو هذا كي تعاملو كي داير، شو كيفاش تصرف في هاد المواقف، شو المهم كنبقاو نهضروا على هذا وهذا 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 وكنساو مندويو على نفوسنا، كنساو ما نسولو ريوسنا واش حنا توكسيك مع نفوسنا، واش حنا كنأذيو نفوسنا، واش حنا خايبين مع ريوسنا. واش فهمتوني اش بنقصد؟ يعني كنهملو نفوسنا لواحد الدرجه ما يمكنش. دابا المشكل انه في الصغر كيكون الاهتمام وداك التعاطف وداك الحنان كله كيكون كيجي من الاباء ومن الناس الكبار اللي دايرين بينا، من الاهالي اكسترا اكسترا. مي فاش تنكبروا يعني بيان سور راه كتولي مسؤول على راسك، دونك ما كيبقاش داك الاهتمام الخارجي اولا داك الحنان اللي كيكون كما قبل، يعني صافي راه كبرتي. دونك هنا خاصنا حنا نتعلموا كيفاش نحنوا في نفوسنا وكيفاش نعطيو هذاك الاهتمام اللي هي كتستحقوا. الله يجزيكم بالخير، ما تقسيوش على نفوسكم، حيت كاين اللي غيسمع هاد الهضره هادي وما يتسوقش، يعني غيقول بانه راه كاين اللي كيلوم فراسو ويعذب فراسو ويقول لا راه كتستاهل هادشي اللي كيدوز عليها وما عرفتش. كاين اللي فهم فريمون يعني عايش في هاد السيتوياسيون هادي. نقولك ما كاينلاش، لانه اصلا الحياه فعامره ابتلاءات وعامره مصائب وعامره مشاكل وعامره يعني قسوه، فبلا ما تزيد تقسي على راسك كتر. بركه هي الحياه راه قايمه بالواجب، واخا انه الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى راه كاينه، والحمد لله راه انما بعد يعني من بعد كل عسر تيجي واحد اليسر وكيفرجها ربي. ولكن يعني في وسط هاد الصراعات وفي وسط هاد العقبات اللي كنواجهو في هاد الحياه هادي، فمن الاحسن انك تكون مصاحب لنفسك باش يعني تقدر انه تكون النتيجه افضل. فهمتي؟ يعني بحال الا كان معاك مثلا توضرتي وكان معاك شي صاحبك ولا شي حاجه بحال هكا ولا شي حد كبير ولا شي تخربيقه بحال هكا، راه ماشي هي لك انت بوحدك، راه كتكون خيب، كتكون ناري على العربيه عندي يعني كتكون كيفاش نقولها، كتكون خايبه خايبه بزاف، ماشي بحال الا كان معاك شي واحد. فراه واخا تكون في اكبر المصائب ولكن لا لقيتي معاك شي حد، سبحان الله العظيم كتحس بالطمأنينه. واش فهمتوني؟ ودابا تخيلوا معايا احنا كنعيشوا في الحياه وكيجيونا ابتلاءات وما يعني بي... كاينين لي ناس اللي ما كيبغيوش يطلبوا المساعده، ما كيدويو مع حد، يعني كينعزلوا هما مع نفوسهم وكيحاولوا يحلوا مشاكلهم راسهم. كتلقاه ما يعني ما مصاحبش النفس تاعو، يعني كيفاش غتجيه ديك العقبه غتجيه صعيبه. يعني ماشي بحال الا كان عاطي كانت نفسه معاه يقدر دابا الفكره واضحه انه صافي هي بركه المهم ما عليناش. ف كأي شخص تسمعني دابا وباغي يوصل لأحسن نسخة منه وباغي يوصل لشي حاجة وكيطمح لشي حاجة زوينة في المستقبل، فكنصحو يقاد المعاملة ديالو مع نفسه. كيفاش سهلة، هي ماشي سهلة الصراحة هي كتبي واحد الوقت وواحد الجهد، يعني ماشي شي حاجه اللي كتبان بين ليله وضحاها. صافي سمعنا بلي خصنا نتعاملوا مع نفوسنا مزيان، صافي راه غدا غادي نولي نتعامل مع راسي مزيان وغادي تمشي الامور تمام والتمام. لا، راه سبحان الله العظيم يعني راه ضروري من واحد الوقت باش تتعلم انت كيفاش تتعامل مع راسك، وغادي تتعلم كيفاش انه تريح راسك وكيفاش انه بل ما نتعامل مع راسك. بحال كيف يعني كنحاولوا نفهموا نفوسنا ونتعرفوا على اكثر واكثر باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. يعني اول حاجه غادي نديرو هي نتعرفوا على رؤوسنا اكثر، شنو من نقاط الضعف ديالنا، شنو من نقاط القوه، شنو كيخليونا نكونوا في هذا الحال اللي خايبه، شنو اللي كيخلينا نفرحوا الى كيفاش الى ما لا نهايه، كما نقولك من ما لا نهايه اويلي
المهم فهمتوني يعني. أول حاجة نفهمو نفوسنا ونعرفو ريوسنا مزيان. فشوفوا، يعني راه إلا جلستي دابا وشديتي ورقة وستيلو وقلتي ها أنا وها أنا وها أنا الصفات الخايبة اللي فيا والصفات الزوينين اللي فيا، وهالحوايج اللي كيخليوني مثلا يعني مكتئب، وهالحوايج اللي كيخليوني فرحان إلى آخره، والقائمة طويلة. فراه بطبيعة الحال ما غاديش تكتب كلشي دقة وحدة، وغتلقى راسك ما عارفش على راسك بزاف د الأمور، ولا غتلقى راسك عندك واحد الشعور ولكن ما عارفش انت كيفاش تعبر عليه ولا كيفاش تحطه في ديك الورقة. يعني راه معرفة النفس بوحدها راه واحد الرحلة. دونك ما تسرعوش في انه تبيو واحد النتائج اللي مثالية، او لا تبغيو انه تحطوا واحد الليسته اللي مثالية ولا شي حاجه بحال هكا. لا، ف ولو تكتب غير سطر واحد على راسك راه مزيان، جوج سطور راه مزيان. المهم هو انك تبدا ديك الخطوه، مع الوقت غادي تتحسن، وغادي تفهم من راسك اكثر، وغادي توصل لواحد يعني واحد النيفو اللي يسمح لك انك اي تصرف درتيه تعرف اشنو السبب اللي خلاك دير داك التصرف، ويقدر كاع توصل انك تتحكم في الانفعالات ديالك وفي التصرفات ديالك. هذه الاولى، يعني اول خطوه هي انه نعرفوا ريوسنا مزيان. ثاني حاجه هو انه وقت ما تلفتوا ما عرفتوش كيفاش تعاملوا مع نفوسكم، قولوا مثلا الا كان شي وحده عزيز علينا، عزيز علينا نيت، يعني واحد المحبه اللي من جهته كاينه كبيره، فكيفاش الا كان في داك الموقف كيفاش انا نقدر انا نتعامل معاه. هذيك الطريقه اللي تقدر تتعامل مع داك السيد ولا ديك السيده اللي عزيزه عليكم، فتعاملوا بها مع نفوسكم. هي صعيبة شوية ولكن مع التمارين يعني مع الاستمرارية راه تتسهل الأمور وكتولي كما قلنا كلشي كيبسط مع الوقت. فكما قلت لكم وقت ما تلفتوا ما عرفتوش كيفاش تتعاملوا مع نفوسكم، تخيلوا انكم شخص منفصل وداك الشخص عزيز عليكم بلا قياس وبغيتو تعاونوه، وداك داك التصرف اللي جاكم في بالكم وبان لكم هو المثالي، فحاولوا ديروه. إن كان تيبانلك انك تعنق داك الشخص عنق راسك، كان تيبانلك انك تهضر معاه بواحد الطريقه اللي يعني كنقولوا لطيفه وما عرفتهاش، ديرها ولا ديريها. المهم نتوما شوفوا الحاجه اللي كتريح، اللي المثاليه، الحاجه اللي كتناسبكم بهذا المعنى، ماشي المثاليه، المهم اللي كتناسبكم. هذه الثانيه. عشان انا غدا معكم كندوي ولكن كندوي يعني بدون ما خططت الفيديو، ما كتبت شنو غادي نقول لكم اكزاكتومون، غدا عشوائيا غدا بداكشي اللي في عقلي واللي يعني عن تجربه. يعني فهمتي كندوي معاكم بحال كندوي مع خوتي ولا شي وحدين اللي كنعرفهم صافي لونطون ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ما عليناش. الحاجه الثالثه هي انه سامحوا نفوسكم، لانه فاش كتسامح راسك على شي حاجه درتيها، شوف راه كلنا كنخطئوا، كاع البشر كيخطئ، ولكن لوسونسيال هو انه نحاولوا ما نعاودوش نفس الخطا، فإلا عاودتيه راه تما كلام اخر. خاصكم العصا الا عاودتوا نفس الخطا. شي بعض المرات سبحان الله العظيم راه ما كنستوعبوش داك الخطا واش خطا، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن انتم كاع واخا نديروا داك الخطا ونعرفوا بلي خطا، ولكن المره الجايه عاد نتعمقوا في الفهم ديال الخطا اكثر واكثر. يعني فاش كتجيك فاش كتآدى ولا شي حاجه، يعني درتي واحد الخطا وتآديتي، ما عرفتش كيفاش نفسرها لكم، ولكن كتولي فاهم داك الخطا اكثر وكتجنبوا المره الجايه. يا رب تفهموني. المهم معليش، خصكم تكونوا عميقين في التفكير باش تفهموني. المهم كمل. فين وصلت؟ هل اللي ما يكتبش قبل. ماشي ما عقلتش فين وصلت. قلت لكم ما تقساوش على نفوسكم، يعني سامحوها، يعني اذا خطأت في شي حاجه سامحوها، وحاولوا ما امكن انكم ما تعاودوش نفس الخطأ. فاهمين؟ حاولوا ما امكن ما تعاودوش. تعلموا انه يعني تسامحوا نفوسكم كما الله سبحانه وتعالى كيسامحنا على
يعني شي ذنوب اللي كنديروها كبيرة وكيسامحنا الله عليها لأنه غفور رحيم بالعباد ديالو. فناخدو الصفات اللي بينا نديروهم يعني نتعاملو بهم مع نفوسنا ناخدوهم من الله سبحانه وتعالى. بحال هو غفور انت يعني كيغفر للناس وكذا، حتى حنا نسامحو نفوسنا على دوك الأخطاء اللي درنا. هي هو كيما قلت نحاولوا ما نعاودوهمش. الله يجزيكم بالخير ما تعاودوهمش. حاولوا ما تفهموش الخطأ بهم، اي خليكم. المهم ما علينا. كما قلت آه فرح علاش؟ لانه فاش كتسامحوا نفوسكم فكيتزاد ديك العلاقه بينك وبين راسك كتزيد، كيفاش نقولوا، كتزيد تحسن اكثر. يعني انت راه غادي تحس بها، غادي تحس بها. وسبحان الله العظيم فاش تولي علاقتك مع راسك زوينه كتولي تحس بواحد السعاده، وكيولي كاع المشاكل اللي طاحوا عليك ولا شي حاجه ما كتجيكش بلي راه نهايه العالم. هذه هي الحاجه الزوينه والله. يعني كتولي تحسوا بلي راه ماشي نهايه العالم، وبلي راه يمكن لكم تخطاوها، فهمتوا؟ يعني راكم قادرين انكم تخطاوها، عندكم القوه باش تخطاوها. حتى فريمون وصلت كما قلت لكم في هذا الفيديو السابق بلي انا وصلت لواحد النسخه اللي كنت باغا في راسي وكنت فرحانه بها، ولكن فجأة مشى كل شيء. دونك يعني الفرحة اللي حسيت بها ديك الساعة فاش كنت علاقتي مع راسي زوينة احسن بكثير اللي ما حسيتش بها فاش كنت قبل، يعني ما مهتمش براسي بهذا المعنى. يعني ما غادي تحسوا بهضرش وما غادي تستوعبوا حتى تقدوا علاقتكم بنفوسكم وتوليو تحسوا بواحد السعاده بلي راكم ماشي بوحدكم. واخا تكونوا بوحدكم ما غاديش تحسوا بلي بالوحده، ما غاديش تحسوا بها، بالعكس يعني كتحسوا بلي راه كاين معكم شي حد. و كتسهل عليكم بزاف الامور. ف فيديو بكم تركزوا لي على 3 الحوايج: تحاول تعرف راسك اكثر، تسامح راسك اللي كانت هي اخر حاجه، وتتعامل مع راسك كما بغيتي، كما يعني تقدر تتعامل مع واحد اللي عزيز عليك. صافي. يعني هاد 3 الامور اللي بغيتكم تخرجوا منهم من هذا الفيديو هذا. شي ما جاك ما تفهم حتى حاجه من داكشي اللي قلت، من دوك التفسيرات اللي قلت، فهموا هاد 3 ديال الحوايج لانهم راه مهمين بزاف. وكنعاود نقول لكم بلي راه ماشي مهم انه تكونوا يعني توصلوا ديك السعاده اللي دويت لكم عليها من التقلله، ولا توصلوا ديك العلاقه الوطيده بينكم وبين نفوسكم من التقلله. لا، اي حاجه بينها راه كتحتاج الوقت. بشي نبته راه خصك كل نهار تسقيها، كل نهار تسقيها، حتى لواحد النهار عاد تعطي الثمار ديالها وكذا وكذا وكذا. يعني راه الهضره باينه، اي حاجه كتحتاج الصبر والوقت. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.